مرحبا أصدقاء حالمة، رمضان كريم. هذا الفيديو الرابع من سلسلة أكلات رمضانية لا تنسوا تشوفوا المقاطع السابقة من السلسلة. اليوم رح نجهز أكلة شامية وهي فتة مكدوس بطريقة جدا سهلة ولذيذة، مناسبة تكون على السحور أو جزء من سفرة الفطور. هي عبارة عن طبقات لذيذة من الباذنجان واللحم والخبز المقلي واللبن بالطحينة. والآن نبدأ بطريقة التحضير. رح نحتاج حبتين باذنجان غسلتهم ونشفتهم، واللحين رح أبدأ بتقطعيها على شكل مكعبات بهذه الطريقة. أول شيء رح نقطع الجزء اللي فوق، وبعدين نقسم الباذنجان جزئين كذا، وبعدين نقطعهم شرائح عريضة مثل كذا، وبعدين نبدأ تقطيع بشكل أفقي. حجم المكعبات حسب اللي تفضلونه، حجم كبير أو وسط أو صغير. راح نجهز 3 حبات من الخبز ونقطعها بشكل مربعات. أول شيء نقطعهم شرائح كذا بالطول، وبعدها نقطعها بخطوط بالعرض، وبكذا يكون شكل مربعات. راح نقليهم بزيت غزير بدرجة حرارة متوسطة، أو ممكن تقلونهم بالقلاية الهوائية. أول شيء بدأت بقلي الباذنجان وأتركه شوي لحد ما يكون ذهبي مثل كذا. راح نبدأ بقلي الخبز، لازم ننتبه له عشان ما ينحرق لأنه بسرعة يستوي. شوفوا لونه وبكذا يكون جاهز. راح نجهز اللحم. في مقلاة راح نضيف زيت نباتي، بعدها راح نضيف بصلة مقطعة قطع صغيرة بهذا الشكل. راح أضيفها إلى المقلاة ونحركهم لحد ما يذبل البصل. أضفت نص كيلو تقريباً لحم مفروم، ونحركها لحد ما يصير لون اللحم بني شوي. نضيف بهارات مشكلة، ملح، كمون مطحون، بابريكا، فلفل أسود، كزبرة. نحرك البهارات مع اللحم. آخر شيء نجهز صوص اللبن بالطحينة. علبة زبادي أو علبتين، راح نضيف عليها ملعقتين كبار طحينة، 3 ملاعق كبار مايونيز، فلفل أسود، فصين ثوم مفروم. نخلط المكونات. أضفت طحينة زيادة، وكذا يكون الصوص جاهز. رح نبدأ بتجميع كل المكونات اللي سويناها في قالب. أضفت الباذنجان ووزعته، بعدها اللحم المفروم، طبقة الخبز المقلي،
صلصة اللبن مع الطحينة، ونوزعها. وآخر شي من فوق اختياري، راح أزينها ببقدونس مجفف وسماق وبس. شوف الطبقات هذا شكلها من قريب. طعمها جدا لذيذ ولازم تجربوها، راح تعتمدوها أكيد، جدا لذيذة وسهلة. ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وشنو الأكلات اللي حابين أني أسويها معاكم ومن أي دولة. وبس، مع السلامة.